واش عمرك ذوقتي كسكسو الخماسي بنكهه ما كتنساش؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تقليديه ولكن بلمسه مميزه. كسكسو خماسي مع خضر موسميه طريه بالتفايه معسله كتذوب في الفم. وصفه مثاليه للمه العائله وسر نجاح كسكسو كيجينا مفوح حبه حبه. وكيفاش نخرجوا التفايه في غايه الروعه اللي غتحمر لينا وجهنا مع الضيوف وتحمر لينا كذلك وجهنا حتى مع العائله ملي كنحطوها كطبق متكامل. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وخليوا لي تعليق صغير واش كتفضلوا كسكسو بالخضر ولا بالتفايه. وإلا عندكم اقتراحات اخرى او وصفات بغيتو نوجدوها مع بعض خليوها لي في التعاليق. والخضيره ديالنا واخده حقها في الطياب، طيبه على راحتها هي والحماص وكسكسو كذلك. يعني ما زربناش في هذا الطبق هذا، خلينا هي ياخذ راحته في الطياب باش كتجي فيه ديك البنه. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا معكم المقادير. في كوكوط اللي غادي نصب فيها كنوضع اللحم ديالنا وكنضيف الحمص اللي سبق ليا وفزقته ليله كامله. كنضيف البصل اللي قطعتها شرائح بهذا الشكل كتجي رقيقه. وكنضيف التوابل، عندي البزار، خرقوم، سكينجبير، الملحه، وواحد نصف كاس ديال زيت المائده، قبضه ديال الربيع. وكنسدو الطنجره ديالنا ديال الضغط بهذا الشكل هذا وكنخليوها طيب. وغندوز باش نوجد معكم التفايه اللي غادي ترافق لينا كسكسو ديالنا. في مقلاة عندي البصله بيضاء قطعتها بهذا الشكل هذا. وكنضيف التوابل، عندي البزار، خرقوم، سكينجبير والقرفه ونص كاس ديال الزيت البلدي. وكنضيف واحد الشعيرات ديال الزعفران الحر، الا ما عندكش يمكن لك تستغني عليه. وحنا كنعرفوا بان التفايه بالزبيب والبصله كتعطينا واحد النكهه وطعم غني ومميز هكا مرفق مع كسكسو ديالنا. وكنحطها على واحد النار اللي كتكون مهيله حتى كتطلق ليا ديك البصيله الماء ديالها بهذا الشكل هذا. وكنضيف ليها الزبيب حتى هو باش كيطلق ديك الحلاوه ديالو. على فكره احنا كنكتفيو غير بحلاوه الزبيب، يعني ما كنضيفوش شي سكريات اخرى. وكنضيف المسكه الحره وواحد نص كاس ديال الماء الزهر، الا ما عندكش الماء الزهر يمكن لك تكتفي بالساشي ديال الزهر. وهي التفايه ديالنا واجده ما شاء الله، طالعه واحد الريحه كتشهي كيف ما كتلاحظوا معايا وكتجي ناشفه بهذا الشكل. فصدقوني هي كتجي مرفقه مع كسكسو، ويمكن لكم كذلك كنرفقوها حتى مع اللحم، اطباق هكا اللي كتكون ما بين الحلاوه والمالح. وكنحطوها جانبا وكندوز باش غادي نوجد معكم كسكسو الخماسي ديالنا اللي كنفزقو اولا كنسقيه بالماء بهذا الشكل هذا. حنا كنعرفوا بان كسكسو الخماسي كيشرب لينا الماء، هذاك الشيء علاش كنسقيه مزيان وكنخليه في الماء حتى كينشف لينا بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا انا سقيته بالماء وشوفوا كيفاش شرب. حنا كنعرفوا بان كسكسو الخماسي كيعطي نتيجه افضل الا طاب على مهلو تفور على مراحل. وكنحلو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وكيف ما كنعرفوا كاملين بان كسكسو بالتفايه مع الخضره هو واحد من ارقى واشهى انواع كسكسو المغربي الاصيل. كنحضروه بكسكسو الخماسي بخمس انواع من السميده اللي هي القمح الكامل والشعير والذره والقمح اللي كيكون طري، يعني هو صحي 100%. وكسكسو تقليدي كذلك مختلط، فهو كيجي صحي ناجح. فقط كيخصكم تعرفوا الطريقه كيفاش توجدوه. فقط تبعوه معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تعرفوا السر كيفاش كيجينا هكا حبه حبه. بعد ما طاب لينا الحمص مع اللحيمه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الحمص ملي كنكونوا مفزقينه مسبقا ما كياخذ ليناش الوقت دغيا كيوجد. كنحيد اللحم باش ما يزيدش يفوت في الطياب بهذا الشكل هذا. وكنضيف الخضر ديالنا اللي هي كتكون طريه، خضر موسميه ديال هذا الوقت هذا. حنا كنعرفوا بان الوقيته ديال الشتاء كتكون الخضر كامله كطيب يعني بالزربه ما كتاخذش معنا الوقت. كنضيف خيزو كيف ما كتشوفوا معايا، قطعته على جوج، انا كنخليه بالعظم ديالو لان خيزو كامل فوائد.
وكنضيف اللفت حتى هو اللي قطعته على جوج بهذا الشكل هذا، حتى هو راه طري، يعني ما ياخذش معكم الوقت. الخضر كامله ما شاء الله طريه. وكيف ما كنقول لكم دائما كسكسو هكا بالتفايه معسله بالبصله والزبيب والقرفه، كتعطينا واحد المزيج فريد ما بين الحلو والمالح اللي كيكون عزيز عليه الحلو والمالح. وكنضيف القرعه ديالنا الحمراء بهذا الشكل، والقرعه الخضراء، وبطاطا كذلك اللي كيستعمل بطاطا في كسكسو. الوليدات كيبغيوها، داكشي علاش كنستعملها انا في كسكسو بهذا الشكل. وما شاء الله الخضر كتكون متنوعه في كسكسو، يعني ما كناكلوهاش في شي طبق اخر من غير هذا الطبق هذا. وكنسد على الطنجره ديالي وكنرجعها طيب على مهل. وهنا بعد ما حليت الكسكسو ديالنا بالزيت، كندوز كنحطو في الكسكاس اللي يفرينا فيه كسكسو بهذا الشكل هذا. فصدقوني كنتمنى انكم تجربوه لانه صحي 100%. وحنا كنعرفوا هذا الطبق هذا كيكون حاضر بقوه في المناسبات ديال العائله، وخصوصا في ايام الجمعه عند معظم المغاربه والضيافه كذلك. وبعد ما حطينا الكسكسو ديالنا كيتفور كيف ما كتشوفوا معايا، فكيحتاج اننا نزيدو نسقيوه بالماء. واخا سقيناه في الاول هو كيشرب لينا، كيف ما سبق لي وقلت لكم بانه فيه الشعير وفيه الذره اللي كتشرب لينا الماء. وكنسقيه بهذا الشكل هذا، وكنوجدوه كذلك التفويره الثانيه كيف ما قلت لكم من قبل. كنعطيوه الماء يعني راه كيشرب لينا، وكنضيف له الملحه، وفي الاخير كنضيف له الزيت وكنحطو يفور التفويره الثانيه. على فكره هو راه كيكون يعني مفور مسبقا، حنا هذاك الشيء كنديروا ليه غير جوج تفويرات، يعني ما كنفوروش اكثر، فقط التفويره الاولى والثانيه وهو واجد معنا. وهنا الكسكسو ديالنا راه واجد باش نسقيوه، فقط كنبردوه بهذا الشكل هذا باش كندوز باش كنمونطي معكم الخضره فوقه. فكنتمنى انكم تجربوه هذه الطريقه هذه اللي وضحت لكم في الفيديو، كيجي صحي وبنين. وكنستف الخضر ديالي بهذا الشكل هذا. الخضر ديالي راها طايبه وطريه ما شاء الله، كتحافظ على اللون ديالها باش كيعطينا داك الطبق الجميل هكا فوق القصعه. وكنستمر كذلك اللفت حتى كنستف الخضره ديالي كامله بهذا الشكل هذا. وكنحط اللحم من الفوق باش كنحط فوق التفايه باش كتجي باينه لينا في الطبق ديالنا. واللي كيفضل انه يحط اللحم عاد فوق الخضره فلكم الاختيار. كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله طالعه كتشهي الريحه، وبنين صدقوني وناجح 100%. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل. كنسقيه بمريقه اللي كتكون خاسره. وقبل ما تخرجوا من الفيديو خليني نشارك معكم نصيحه صغيره ولكن مهمه بزاف. الا بغيتو الكسكسو ديالكم يطلع خفيف ويجي مفوح هكا حبه حبه، السر راه في اخر مرحله غادي تشوفوها معايا دابا. فقط ركزوا معايا مزيان حيت هذه هي اللمسه اللي كتفرق ما بين كسكسو عادي وكسكسو ناجح 100%. ولا وصلتوا لهنا راكم من الناس اللي كيعشقوا الطبخ الاصيل. ديروا لي لايك وخليوا لي تعليق صغير بكلمه كسكس باش نعرف شكون متابع معايا الفيديو كامل. وما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشترك مرحبا، وفعلوا الجرس حيت الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون وصفه تقليديه مطلوبه بزاف وبطريقه ما عمرها غادي تخيبك. ودابا نخليكم مع النتيجه النهائيه عن قرب. كيف ما كتشوفوا معايا التفايه ما شاء الله طالعه ريحتها كتشهي. فقط قولوا لي بصراحه واش كيستاهل التجربه اليوم قبل غدا، لان ارائكم وتشجيعاتكم كتهمني بزاف باش نواصل معكم. وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، كسكسو بالخضر طريه مختلفه مع التفايه كتجي معسله بالقرفه والزبيب منكها بالماء ديال الزهر. وكنقدموا لكم بهذا الشكل هذا سخون من القصعه ليكم
وبالصحه والراحه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.